صباح الفل. انا الحقيقه في كلمتين كاتباهم في قلبي بقالي كتير قوي، عايزه اقولهم لك النهارده. رحلتك للحياه الصحيه مش سباق لاجهاد نفسك والضغط على جسمك بالرياضه والحرمان من الاكل. هو مش عقاب لجسمك ولنفسك، ده وقت بالعكس تهتمي فيه بنفسك اكتر. انا عارفه الاحساس ده، لما تفضلي مرهقه طول اليوم وحاسه انك بتجري ورا الوقت وبتحاولي تعملي كل حاجه في وقت واحد. دايما بيكون الوقت ضيق وبيبقى ما عندناش اي طاقه. طيب ليه؟ علشان مش بتريحي جسمك ولا بتسمعيه. طيب ما تيجي نتعلم النهارده ندلع جسمنا بدل ما نجهده. جسمنا طول اليوم بيشتغل عشان يحافظ على طاقتنا ويعوضنا ويكمل معانا المشوار. طيب ما نديه حقه بقى. النوم الكفاية، الأكل اللي يحسسني بالخفة مش بالتقل، والرياضة اللي تحركه من غير ما تضغط عليه. وعلى فكرة بقى دي رفاهية، ده حب لنفسك. ما تخليش الرياضة كأنها عقاب للأكل، خديها وقت متعة. قصي جسمك، امشي بشغف، اعملي تمارين خفيفة تحسسك بالنشاط مش بالإجهاد. وكمان المية، مش بس عشان لازم أشرب، لا، دي جرعة انتعاش لجسمك. كل كوباية مية بتشربيها كأنك بتقولي لنفسك أنا مهتمة بيكي، أنا بنعيشك. والأهم من كل ده، قولي لنفسك كلمة حلوة كل يوم. مش لازم كل حاجة تكون مثالية، مش لازم تعملي المستحيل، خديها ببساطة. ودايما افتكري إنك في رحلة لحب نفسك، خطوة بخطوة، بحب، بالراحة وبطاقة جميلة. خدي نفس، ابتسمي وريحي جسمك، لأنه هو اللي بيشيلك طول العمر.